السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي زوار البراميكس على اليوتيوب في حلقة جديدة فيديو جديد لاحترافكم للعمل على الانترنت. ان شاء الله اليوم سنقوم بشرح طريقة جديدة لكسب الكثير من الاموال على الانترنت. يعني كبداية فيعني مبلغ 30 دولار في اليوم الواحد او حتى في الساعة الواحدة بالنسبة لهذه الطريقة فهو يعني مبلغ بخس جدا. سترون ان الطريقة يعني جد مربحة، وهي يعني فكرة جد رائعة. أنا يعني كنت أستخدمها منذ مدة طويلة. كنت أتعامل مع موقع خاص، لكن هذا الموقع يعني مؤخرا قام بالإغلاق. كان هذا الموقع يعني يضع لو برايس، يعني سعر قليل للزيارات الأمريكية، وكنت يعني أستعمله لمدة طويلة. أخذت منه الكثير لله الحمد. لكن اليوم إن شاء الله سنشرح الطريقة مع موقع آخر، لأن هذا الموقع يعني قام بالإغلاق، لكن هناك مواقع كثيرة لها يعني نفس التأثير أو نفس العمل الذي يقوم بهذا الموقع. لا أكثر عليكم يعني من الكلام، سنتابع الفيديو فالشرح جد بسيط والفكرة رائعة. تابعوا الفيديو. اوكي، نتابع الشرح الخاص بطريقة الحصول على 30 دولار كحد أدنى في اليوم الواحد، أو ممكن حتى أن تحصل عليها بطريقة سريعة جدا. فقط يعني يبقى فقط للإشارة أيضا فستحتاج إلى انفستمنت، يعني ستحتاج إلى أموال للبدء، لأن الطريقة يعني مبتكرة وجد رائعة. الطريقة هو أنك ستتوجه إلى أي موقع يدعم الميني ووركرز. يعني ما أعني ذلك، يعني أشخاص من حول العالم يقومون بالانضمام إلى موقع ما ويقومون بعمل تاسك مقابل المال، وبالتالي أنا يعني أدفع لهم مقابل أن يقوموا بشيء ما. على سبيل المثال في هذا الموقع الذي هو أمامكم وهو الميني جوبز دوت كوم، هذا الموقع يقوم يعني يضم أعداد يعني من الأشخاص حول العالم يقومون بالدخول للموقع لكسب المال. كيف ذلك؟ يعني يقومون بالتسجيل في الموقع على أساس يعني أن يقوموا بأعمال صغيرة. على سبيل المثال يقوم بتحميل ملف ما، يقوم على سبيل المثال بتثبيت تطبيق ما، بمشاهدة إعلان ما، بمشاهدة موقع ما بهذا الشكل، ويتم الدفع لهم على حسب يعني كل فعل. يعني يمكن مشاهدة تحميل على سبيل المثال، يعني تحميل ملف سيكون يعني سيكلف مثلا، سيكلفك ستدفع على كل ملف يقوم بتحميله 10 سنت على سبيل المثال. قد تأتيك يعني أن السعر باهظ جدا، 10 سنت مقابل تحميل يعني صعبة. لكن أول شيء يعني سيتوجب عليك إنشاء حساب في موقع يدفع مقابل التحميل. يعني كل تحميل يدفع لك أكبر قيمة ممكنة. وكما تعلمون يعني الموقع لحد الآن الذي يدفع بشكل جد جيد. هناك مواقع أخرى كثيرة ابحثوا عنها في الإنترنت فهي موجودة كثيرة. كذلك بالنسبة للانستال هي موجودة. على سبيل المثال amonetize.com أنا معهم يعني، وهو أفضل موقع لحد الآن للدفع مقابل التثبيت. يعني كل تثبيت لبرنامج من الامونيتايز ستحصل على قيمة. أنا أستعملها أيضا هذه الطريقة مع الامونيتايز وهي جد جيدة. وبالتالي أنا أبحث عن أفضل موقع يدفع على لحد الآن. يعني بالنسبة للبي بي دي يعني التحميل، لأن التحميل هو أسهل من يعني من التثبيت، من تثبيت البرامج في الحاسوب أو في السمارت فونز. وبالتالي يعني الناس تتهرب من التثبيت كثيرا ويفضلون التحميل. يفضل يعني عندما تقول له أن هذا الملف الذي ستقوم بتحميله هو مجرد ملف نصي فيه مجموعة من الكلمات، بعد أن تحمل الملف قم يعني بوضع هذه الكلمات في البروف سيكشن. يعني هناك يعني عندما تقوم بعمل كومبين أو عندما تقوم بعمل يعني الكومبين، وهي يعني الطريقة التي ستدفع بها. على سبيل المثال سنتوجه يعني في هذا الموقع بالضبط. كما قلت لكم في السابق ستحتاجون إلى موقع جيد يدفع مقابل التحميل الواحد، والشيركاش هو لحد الآن الأروع فيهم، لأنه يدفع ما بين $1 إلى $20. في الانترو الخاص بالفيديو قلت لكم على أن أحد المواقع قام بالإغلاق، وهو كان الموقع الخاص بالمينت ووركرز دوت كوم، وهو قام بالإغلاق منذ مدة طويلة. الجميل في هذا الموقع هو أنه كان يدفع يعني كل شخص، كنت أدفع لكل شخص واحد 10 سنت مقابل تحميل ملف من شركاش. ولم يكن الموقع يحدد أصلا يعني الدولة الخاصة بالزائر، كان هو خليط، لكن كان معظم الزوار الخاصين بالموقع أو مستعملي الموقع هو من أمريكا. وبالتالي أنا كنت أشتري زيارات أمريكية ب10 سنت للواحدة. كان جد رائع، لكنه أقفل منذ حوالي شهر أو أكثر. على العموم الفكرة هي أنك يعني تقوم بتسجيل أولا في موقعك الشركاش الذي يدفع
أكبر قيمة كما ترون، يعني ما بين 21 طبيعة الحال. الزيارات الأمريكية أو الناس الذين سيقومون بتحميل ملفات من الشركات هم يفضل أن تأتي بهم من أمريكا أو أوروبا، وتدفع لهم أفضل يعني كحد أقصى. يعني على سبيل المثال فلنقل 20 سنت كحد أقصى أو 30 سنت، فهي يعني رقم جد جيد. آه، هناك مواقع كثيرة للبي بي دي والتي تدفع أيضا يعني يعني قيم جيدة بالنسبة للتحميل الواحد. الفكرة هو أنك يعني ستتوجه إلى الموقع الخاص بالأعمال الصغرى، تقوم بعمل كومبين جديد، ستار نيو كومبين. بعد ذلك سنقوم بعمل نيو كومبين. بطبيعة الحال أنا أريد فقط كومبين جديدة. بعد ذلك سأختار من أين أريد الترافيك. على سبيل المثال هذا الموقع هو يحدد، وكما ترون الأبروفي بالنسبة لهذا الموقع فالواحد سيتلقى حوالي يعني 35 سنت، وبعد ذلك 5 سنتات ستذهب للموقع. كما ترون US workers fee 0.25، يعني حوالي 35 سنت، والتكملة 40 هي في للموقع. في حال اخترت فقط من أمريكا، كذلك من كندا واليو كي، أستراليا عفوا، واليو كي وكندا هي نفس الفي. سأختار على سبيل المثال من اليونايتد ستيتس. بعد ذلك سأتوجه لل worker will earn، يعني هذا العامل الذي سيقوم بالعمل التاسك الخاص بك سوف يربح كم. اولا ستقوم بسلكت الكاتيجوري، فيعني تختلف الأثمنة حسب الكاتيجوري، لكن اعلاها سيكون هو 35. سنقوم ب يعني عمل ويب سايت على سبيل المثال. بعد ذلك نو سيب كاتيجوري سنتوجه، لا توجد في الويب سايت. الداونلود داونلود اين كانت الداونلود؟ apps select job other. okay, complete lead survey question. okay. هناك مواقع كثيرة بالنسبة لل يعني بالنسبة لل apps mobile apps question article writing sign ups. كذلك للساين اب بالنسبة لل PPL أو people lead هي أيضا جيدة. هناك مواقع تدفع مقابل الليد المجاني، بالتالي تأخذ منها يعني تأخذ منها كوميشن جد جيد. ويب سايت كانت في الويب سايت بالنسبة لهذا الموقع sign up no mobile questions article writing sign up take my space. كانت في no sib أو no category تتوجه إليها، ستجد الداونلود كما ترون survey please download. سيكلفك بالنسبة لهذا الموقع هو باهظ جدا حوالي 55 سنت. لكن هناك مواقع كما قلت لكم كثيرة، وهي الميني ووركرز أيضا تقوم بنفس الفعل، ويعني تتلقى يعني تأخذ تدفع يعني قليل للوركر وتأخذ أكثر. كيف سيعمل هذا السيستم؟ هو أنه عندما يقوم وركر ما يعني بتحميل الملف من الشركات، التحميل هو يعطي حوالي ما بين $1 بالنسبة لليو اس، $1 و$20. أنا أدفع له 55 سنت في هذا الموقع. عندما يقوم بتحميل الملف الخاص بي من الشركات سأحصل على ما بين $1 و$20، أي أني أنا أصلا سأحصل على قيمة أكثر من التي دفعتها في هذا الموقع. وبالتالي عندما سأنفق مثلا على سبيل المثال $10 سأجد أن الربح هو تقريبا ب50% أو أكثر. انفاق يعني $16 او $15 سيعطيني اكثر من يعني اكثر من $30. لكن يعني هناك مواقع حتى انها يعني $16 لان هذا الموقع باهظ، يعني يعرض حوالي 55 سنت للواحد. وبالتالي هناك مواقع كما قلت لكم تعطي 10 سنتات يعني للوركر من اي مكان، ويكون يعني حتى من امريكا. هناك مواقع اخرى تفرض يعني كهذا الشكل، لكن لا تعطي الوركر كثير حوالي 20 سنت. يعني ابحث أنت عن مواقع تدفع يعني أقل للوركر وتعطيك يعني ترافيك جيد، وبالتالي أنت تستلم يعني الداونلود، يعني الشخص يتوجه إلى الحساب الخاص بك أو اللينك الذي قمت بفرضه في العمل، ويقوم بتحميل الملف. بعد ذلك أنت تتلقى الدولارات على الشركات أو على الموقع الذي قمت يعني بوضع اللينك الخاص به، وهو يتلقى يعني تقوم بالدفع له في هذا الموقع. كيف تدفع له؟ فقط الإشارة. ستقول لي يعني كيف أعرف أن هذا الشخص قام بتحميل ملفي؟ يعني تتأكد بذلك هناك يعني طريقة جيدة في هذا الموقع وفي جميع المواقع. هذا التايتل الخاص بالعمل الخاص بك. على سبيل المثال سنقوم
download a text file. simple text file and read it. Okay. يعني أقول له قم بتحميل ملف نصي بسيط وقم بقراءته. طبعا أنا أقوم بإنشاء ملف نصي في حاسوبي. على سبيل المثال سأقوم بإنشاء ملف نصي، سنقوم بإنشاء ملف نصي في السكرين الثانية، سنقوم بتسميتها أي شيء. بعد ذلك سنكتب فيها على سبيل المثال مثلا بارونكس بلا 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 على سبيل المثال. أقوم بحفظ هذا الملف، بعد ذلك أقوم برفعه على الشير كاش، ثم أخذ اللينك الخاص بهذا الداونلود أو بهذا التحميل، بملف التحميل الخاص بهذا الملف النصي، ثم أضعه هنا يعني الكومبين جوب. سأقول له you have to download my text file to get paid. required proof كما ترون هناك. هذه هي الخاصية الجميلة، وهي ما هو يعني البروف أو يعني الضمان بأن هذا الشخص قام بالفعل بتحميل. سأقول له read the text file for me to get paid. يعني بسيطة جدا، instructions جد بسيطة. يعني يقوم بتحميل الملف ويقوم بقراءة الملف بعد تحميله لي في هذا الموقع، وبالتالي أنا أضمن 100%. طبيعة الحال هو إذا لم يحمل الملف لن يعلم أن الملف بداخله كلمة تسمى بارون إكس بلا بلا بلا. يجب أن يقوم يعني بتحميل الملف من الموقع الخاص بالشير كاش. بعد ذلك يعني يقول لي أنني عندما أتلقى أنا أجد أن في هذا الموقع تم أو أحدهم قام بتحميل الملف، سأقول له يعني هو نفسه يعني أعرفه من خلال الحساب الخاص به، هو يظهر لك في الموقع. بعد ذلك ستسأله عن عن ماذا كتب في ذلك الملف النصي. عندما يخبرك بالكلمات التي توجد في الملف النصي تدفع له، ويتوجب عليك الدفع، لأنه إذا قام بعمل يعني خلاف معك في الموقع يعني سيؤدي بك ذلك إلى الحظر، لذا يتوجب عليك الدفع للشخص عندما يثبت أنه فعلا قام بتحميل الملف الخاص بك. ويعني هي طريقة بسيطة كما شاهدتم، هي ليست يعني بالمعقدة. فقط سيتوجب عليكم أن تجدوا أرخص موقع يدفع يفرضه للوركر، يعني يفرض يعني فيز للوركر، وبالتالي عندما تدفع لوركر مثلا 10 سنت فهي مربحة بالنسبة لي جدا، لأنه يعني 10 سنت ل10 أشخاص هو دولار واحد فقط. قد أتلقى منهم أنا 10 دولارات، يعني الضعف 10 مرات. إذا خسرت 30 دولار سأتلقى 3 في 10 ستعطيني يعني رقم جد جيد. هذه الطريقة التي يعني يعمل بها هذه الميثود أو هذه الطريقة الخاصة بالربح أو بالجني المال، ليس بربح بل هو عمل تقوم بخسارة المال لكسب المال، وهي طريقة جد رائعة كما شاهدتم وسهلة. إذا كان لديكم أي استفسار أو وقع لكم أي مشكل في كومنت أسفل الفيديو، اتركوا لنا تعليق عن المشكل، لايك للفيديو إذا عجبك، اشتراك في القناة للمزيد. شكرا للمتابعة، كان معكم البارون إكس، إلى اللقاء.